قبل ما نبدأ الكلام صلي على النبي العدنان. بعد تفكير ليل ونهار جيت لك بمسلسل جبار، اقسم لك بالله حاجة لم ولن تتكرر، من الإثارة والأكشن، من كوكب الغموض والمتعة اللامنتهية. كل اللي عليك تركز في البداية عشان تستمتع بالنهاية، وشد فرامل هنا عشان هيبتدي المسلسل بتاعنا. يبدأ المسلسل بالنيل الأزرق الشرقي وهم رايحين يعدموا روجر الذهبي ملك القراصنة، والراجل ده بيقول له انت اللي جبته لنفسك يا روجر، لكن بيضحك وبيقول لهم عايزين تعرفوا فين كنز وان بيس، كنز ملك القراصنة في البحر. والناس كلها بتجري ناحية البحر، وبنروح للوفي وهو بيكلم الطائر بتاعه وبقول له ان هو هيبقى ملك القراصنة، وبعدين بيخش البرميل ده عشان المركب بتاعه بيغرق وبيقفل عليه، وبتنتقل بين الاحداث لقرصان اسمها الفيدا، وهي بتهجم على مركب تاني وبتقتل كل اللي فيها، وبيتلافوا البرميل اللي فيه لوفي، وبتقول للراجل ده فين قائد القراصنة زورو، لكن بيقول لها ما يعرفش وان هو كان الصبح معاهم وبعدين مشي، فبتتجنن عليه وبتقتله. وكوبي عامل في المركب هو اللي بينظف الدم بتاعه، وهو بالليل بيطلع له لوفي من البرميل وبيقول لكوبي ما تخافش وانه هو قرصان، لكن كوبي بيقول له القراصنة كلهم اشرار، لكن لوفي بيقول له لا، وبيحكي له هو وصغير كان في قرصان اسمه شانكس والناس كلها بتحبه، وانا قلت له ان هبقى زيك في يوم من الايام حتى في الجروح اللي في وشك، وجريت ومسكت سكينة وعورت نفسي. وكوبي بيقول له لازم تهرب دلوقتي كلهم نايمين وبيقدروا يخرجوا، لكن كلهم بيصحوا. والفيدا بتقول له انت عايز تهرب يا كوبي، ولوفي بيقول لها لا ومش كده وبس، ده بقول عليك ان انت تخينه وشبه البقره، وبتكون عايزه تضرب كوبي لكن لوفي بيلحقه وبتضرب لوفي في بطنه، لكن بطنه كلها بتبقى زي المطاط. وبعدين لوفي بيقول لها كفايه على كده، وبيديها بوكس متين وبيرميها من السفينه. وبتنتقل بينا الاحداث لزورو، وواحد بيجيله من منظمه بروك وبيعرض عليه ان هو يشتغل معاهم عشان مهاراته القتاليه يا اما يموت، لكن زورو بيرفض العرض وبيخش في قتال شرس ومميت مع الراجل ده. والراجل بيحاول يضرب زورو لكن زورو بيكون قوي جدا وبيطلع السيفين بتوعه وبيشقه نصين. وبترجع بين الاحداث وكوبي بيقول له لوفي ازاي بقيت مطاط، بيقول له بعد ما اتعورت شانكس قال القرصان مش بالجروح اللي في وشه، القرصان بحبه للناس اللي حواليه، وبعدين لقيت فاكهة الشيطان واكلت منها، وشانكس حاول يشد من ايدي لكن وقتها كنت بقيت مطاط. ولوفي بيقول لكوبي لازم اروح للخط الاكبر مكان كنز وان بيس، وبقول له انا حلمي ابقى ملك القراصنة، وانت حلمك تبقى ايه يا كوبي؟ هو بيقول له ان هو حلمه يبقى جندي من جنود البحرية. ولوفي بيقول له لازم نروح دلوقتي القاعدة البحرية ونجيب خريطة الخط الاكبر، وكوبي بيقول له تمام يلا بينا. وبيوصلوا القاعدة البحرية في مدينة الاصداف، وبتكون في صور لكل القراصنة ومنهم الفيدا وواحد اسمه باغي. ولوفي بيقول امال فين الصورة بتاعتي؟ وبروح عشان ياكلوا، وبشوفوا فكرة عشان يخشوا القاعدة البحرية عشان ياخدوا الخريطة. وبتظهر نامي وبتكون برضو عايزة الخريطة، والبنت دي بتقول له زورو خد لك حتة من الشوكولاتة دي، وبتلف مرة واحدة وبتخبط في البني آدم ده وبيزعق لها، لكن زورو بيتلافى الحلوى اللي وقعت وبيقول له كل منها، لكن الراجل ده بيغضب وبيطلع السيف بتاعه وزورو بيرميه على الأرض وبخش على جنود البحرية، لكن محدش بيقدر عليه. ونامي بتقلع واحد من جنود البحرية هدومه وتاخدها، وزورو بينط على الترابيزة دي وبيضربهم كلهم، وبقول له هو مين ابوك ياض؟ بقول له مورجان ملك القاعدة البحرية. وبيظهر مورجان وبقول له انت اي نعم ضربت كم واحد من جنودي لكن برضو لسه اخضر، وبقول له انا عايزك تبقى واحد من جنود البحرية، لكن زورو بيرفض العرض فبيكتفوه. وتاني يوم بيجي له ابن مورجان وبقول له هيك مربوط عم زورو، لكن زورو بيتف عليه. وبيظهر لوفي وبيشوف زورو وبقول له ايه رايك تبقى واحد من افراد الطاقم بتاعي، لكن زورو بقول له انا اكل عيشي اقتل القراصنة امثالك، فلوفي بيعجب بيه وبفكه. وبتظهر نامي وبيشوفها لوفي وبقول انا عارف ان انت مش من جنود البحرية، وهما الاثنين بيدوروا على الخريطة لكن هوب بيلاقوا مورجان في وشهم. ونامي بتكذب عليه وبتقول له ان هي واخده المتهم ده للحبس، وبيصدقها وبيمشي وبتسرق منه المفاتيح، وبيخشوا القاعدة البحرية وبيدوروا على الخريطة وبيلاقوها وبيحاولوا يطلعوا الخزنة ويشدوها ويرموها برا، وجنود البحرية بتتلم عليهم كلهم، ولوفي بيخش في قتال شرس معاهم ونامي معاه، وزورو بيشوفهم وبيخش معاهم في المعركة الكبيرة دي، وهم الثلاثة بيوقفوا في وش مورجان، ومورجان بيقلع هدومه وريهم العار يا مورجان، وبيخش على زورو وبيضربه ويرميه على الأرض، وبرضه بيضرب لوفي، فبيتحد لوفي وزورو وبيقدروا يضربوه وبياخدوا الخزنة. وكوبي بيقول له إن هو لازم يستنى في القاعدة البحرية عشان يحقق حلمه إن هو يبقى جندي من جنود البحرية. وبيمشوا وبيكلموا الراجل ده
وبيقولوا له الخريطة اتسرقت، وبيقول للمساعد بتاعه إن هم لازم يرجعوا لمدينة الأصداف عشان في قرصان بقبعة قش هو اللي سرقها. والراجل ده بيقول له القرصان باغي إن في 3 قراصنة هم اللي سرقوا خريطة الخط الأكبر، هو باقي بيقول لهم كده ولا كده هقتل أي حد يوقف قدامي في كنز ون بيس. وبتخلص أحداث الحلقة الأولى من مسلسل ون بيس. يا ريت لو عجبك التلخيص ما تنساش تشترك في القناة وتدوس لايك وتفعل الجرس. معلش وجعنا راسكم يا ابوي، وانتظرونا في الحلقة الثانية. سلام يا أصدقائي.